يا صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا كويسين. النهارده فيديو جديد، فيديو كده الشمس طلعت فيه اخيرا. الشمس طلعت يوم الخميس، فكنت مبسوطه جدا جدا. حبيت ان انا اصور لكم شكل السما، كان شكلها حلو قوي. انا صورته وانا اصلا مش شايفه حاجه من الشمس. وبعدين نزلنا اشترينا شويه حاجات. فتعالوا افرجكم على المشتريات بتاعتي عشان تشوفوا هما بصوا ايه. بقى، انا هوريكم المشتريات اللي اشتريتها. حتى في يوم الاجازه بشتري، يعني عشان تعرفوا بس ان انا مجتهده جدا وست بيت شطوره قوي قوي قوي. عملت كده يعني عصير وشربت كله. هشرب الحبه الصغيرين دول معاكم دلوقتي عشان نكمل بقى. بصوا، الحقيقه اللي كان هيبقى بره ميزانيتي ال 1500 جنيه اللي انا ماسكاهم من اول الشهر مزهقاكم بيهم، هيبقى كان خارج الميزانيه هو البامبرز. ولكن في حاجات جدت في ان احنا نشتريها تاني، فكان ده خارج ميزانيتي عشان بس نبقى متفقين. اللي داخل الميزانية هي دي. دولت ايه؟ هقول لكم دولت ايه. دولت لقيت التوم البلدي بتاعنا ده، لقيت الكيلو منه وقرب يفضى اهو كمان. الكيلو منه ب20 جنيه، فانا جبت كيلو. طبعا الكيلو دوت همسك نصه كده، اقعد افصص فيه وقت الروقان واعمله واشيله في الفريزر عشان هو قرب يفضى وانا خايفه اخسره. فانا جبت كيلو، وجبت كمان كيلو بطاطا كان ب10 جنيه الكيلو. فده كده اللي كان داخل الميزانية. اتفقنا؟ طيب نشيله بقى ونخش على حاجة فتح الله اللي هي كانت خارج الميزانية. أول حاجة البامبرز. أنا بجيب بامبرز عموما بيبي جوي، بيبي جوي مضغوط السعودي. فأنا ما لقيتش النوع اللي أنا بستخدمه اللي هو النوع العادي أصلا، اللي هو مش البانتي ولا أي حاجة، عشان ده بانتي كلوت يعني. فأنا بستخدم النوع العادي جدا لزين، مش مفهوش أي حاجة. وكان بيجي تقريبا 84 قطعة. أول ما جيت استخدمته كان بيبقى 84 قطعة ب190 جنيه، وبيبقى ب200 جنيه أو ايه. تمام. بس كان صراحة ربنا كان بيكفيني الشهر كله وكان تمام. دلوقتي انا لما رحت اجيب، انا لما كنت في القاهرة جبت زيه ده برضو عادي بيبي جوي، بس كان 58 قطعة وكان ب130 جنيه تقريبا، او ب105 ب180. بصراحة مش فاكرة، 160 180 مش فاكرة بالظبط كان اسعار كام. كان وقتها غالي اوي الموضوع برضو، عشان اشتريت في مكان تاني كنت شاريه من القاهره. دلوقتي انا اشتريت تاني، رحت بقى عشان اشتري، ما لقيتش المقاس ولا العدد اللي انا عايزاه. فبصينا لقينا ان هو في بانتي رقم 4، عشان هو زين بيلبس رقم 4، وده 44 حفاض. عشان في كذا بنوته دخلت كلمتني وقالت لي ده سعره رخيص على اللي انا بجيبه. وده كويس يعني سعره رخيص على اللي انا بجيبه. لا، هو سعره مش رخيص. لانه بصي على المقاس اقل واصغر بيفرق جدا جدا في السعر، وكمان العدد بيفرق. فدوت بنتي، وكان عامل بالظبط، يعني على اقول لكم بالظبط كان عامل كام. بيبي جوي كان عامل 155 جنيه، وكان عليه 27 جنيه خصم، حوالي 128 تقريبا او 130 حاجه كده. فده كده اول حاجه. تاني حاجه جبنا كوفي ميكس. انا عارفه ان الناس كده تقول لي ساره خافي، انتي الناس شفتي الحوار بتاع التلفزيون وان الكوفي ميكس مضروب والكلام ده كله. بس انا شارياه من فتح الله، وانا املي في ربنا كبير انه ما يكونش فيه اي حاجه ان شاء الله. هو سعره 30 جنيه، في 12 كيس، يعني يعتبر الكيس مثلا واقف ب 2 جنيه ونص تقريبا او 3 جنيه. ما بعرفش احسب قوي، يا رب اكون حسبت صح. فده كوفي ميكس ال50، او كوفي ميكس المج العادي. ان شاء الله يكون خير. ورقم المستهلك، حماية المستهلك موجود، ولو في اي حاجة هتصل على طول بحماية المستهلك. بيبان يعني، بيقولوا ان هو لو انتي ما ايه ده، لو انتي يعني بتعمليه وما دابش معاكي يبقى في مشكلة، او يبقى هو بايظ او مضروب. فهنشوف كل دوت مع بعض واحنا بنعمل ان شاء الله في الفطار بتاع الصبح، عشان احنا دلوقتي بالليل. جبت كمان جبنه، جبت جبنه بالزيتون. انا مش دايما بحب طعمها يعني، بس جبنه جبت بالزيتون وجبت بالشيدر. ده عبور لاند ودي دومتي. عبور لاند عامله 30 ونص، و دومتي عامله برضو 31 جنيه، وعليها خصم جنيه ونص. طيب. طيب، جبت بن
الصراحة ده زوجي اللي كان عايزه وحب ان هو يجيبه، وجايب اقل من ربع كيلو ب35 جنيه. تمام. البن دوت اهو. آه انا ببص هنا فين اهو البن اهو يا جماعة. البن دوت طبعا انتي بتجيبيه من عند فتح الله كده، بيبقى يعني حبوب البن عادية جدا، وهو يعني بيتحرن عنده. ده بن يمني. كان عامل زي ما قلت لكم 35 و28 قرش. وهو طبعا بن سادة معلهوش اي تحويجة خالص. فان شاء الله هنعمل منه هنعمل منه فنجان، وهبقى اقول لكم طعمه. واول حاجة من حاجات رمضان اللي اشتريتها لما لقيتها حاجة فتح الله، اقصد حاجه رمضان، وهي مش رمضان نزل عند فتح الله يا بنات. فلو انتوا عايزين ومعاكم ميزانيه تروحوا تشتروا، روحوا اشتروا علشان هو نزل كل حاجه. فانا جبت من فتح الله قمر الدين الموفق. انا بحبه جدا الموفق. وكمان في نوع تاني اسمه 3 دي او سوري 3 ام والموفق. الاتنين دول ارخص نوعين موجودين في فتح الله، موجودين في السوق المصري عموما من ايام السنه اللي فاتت واللي قبلها. كان عامل 25 جنيه السنه اللي فاتت. النهارده انا جايباه ب45 جنيه. والله بجد انا جايباه ب45 جنيه. خاصة لو انتوا بصيتوا على تاريخ الانتاج هتلاقوا ان هو تاريخ انتاجه من السنة اللي قبل اللي فاتت، سنة 2022. يعني دوت مش معمول جديد، يعني دوت مش معمول السنة دي، يعني ده مش معمول بخامات الغالية دلوقتي. فالكاميرا فصلت فهنرجع تاني. كنت بقول لكم ان دوت ما كانش معمول بسكر جديد، ولا بمنتجات جديدة، ولا بمواد خام جديدة اللي هي بتبقى غالية دلوقتي. يا جماعة، يا جماعة الحاجات دي معمولة من السنة اللي قبل اللي فاتت، من قبل الغلاء الفاحش اللي احنا فيه. فليه احنا نغلي؟ وليه التجار يغلوا علينا؟ وليه فتح الله اللي احنا تقريبا بنلجأ له في حاجات كتيرة جدا في خزين بيتنا ان هو يغلي زيه زي اي تاجر، وان هو يبيع بالغالي رغم ان هو شاري بالرخيص؟ انا عارفة ناس هتقول لي طب ما هو لما هيجي يشتري تاني بضاعة كتير، بضاعة بالجملة عشان يبيع لك هيشتري بالغالي. تمام، بس ده يعتبر داخل تقريبا في الربا. فاحنا ليه نعمل كده؟ وليه ما نرحمش بعض شويه؟ دي ب45 جنيه ما بتكفيش مرتين تلاتة مع بعض لو انت وعيله كبيره. فانا بدات اشتري حاجات رمضان من دلوقتي، حاجه في حاجه زي ما قلت لكم، كل اسبوع او كل شهر هنشتري حاجه مع بعض. يلا نخش على الحاجه اللي بعد كده. جبت كمان اسمه واتجين وايتنج 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 مش عارفه اسمها ايه. استنى والله لا اقراها. اسمها واتيجين سيوة. اوكي. انا ممكن اعرف اقرا انجليش لو هو مدبلج بالعربي ما اعرفش اقراه. بحب اقرا بالانجليش اكتر بصراحه، بحس ان انا بعرف اجيب الكلمه اكتر. ده مش فقاقه مني على فكره، ولا يعني انا بحلو عليكم ولا كده، لا خالص. بس انا بحب كده. يعني لو كلمه بالانجليزي وهم مدبلجينها عربي بضطر ان انا اقرا الانجليزي عشان اعرف اقرا كويس، او اعرف افهم. فدي ست الكل ب700، دي 700 جرام ب26 جنيه. طبعا انا الفاتورة قدامي علشان ابص عليها على طول كده واقول لكم اول باول. وهي 26 جنيه. تمام. 700 جرام. فانا لقيتها حلوة، وكانت ارخص نوع من انواع التمر هناك، لان البلح برضو نزل غالي حبتين. طبعا جبنا كمان حلاوة رشيد الميزان. هي ب83 جنيه، وصلت 83 جنيه وعمل عليها خصم 23 جنيه، فبقت ب60 جنيه. الحقيقة ان انا يعني انا مش مقبلة على الحلاوة من وانا صغيرة اصلا، ماليش في الحلاوة قوي. بس زوجي طبعا بيحب ياكلها كتير وبياخدها معاه الشغل، تديله باور كده في الشغل، فجبنا منها. خارج الميزانية ماليش دعوة بالكلام ده طبعا، اللي خارج الميزانية. وحبيت طبعا ان انا يعني كأي زوجة مصرية أصيلة لازم أرخم على جوزي في حاجة. فخليته يجيب لي لبن بودرة اسمه نيوزيلندي من فتح الله، وكان الكيلو منه عامل 175 جنيه لبن بودرة. مش عارفة ليه هو غالي قوي كده، ولكن آخر مرة هشتري لبن بودرة. وكان ده عامل أقل كمية، كان 246 جرام، يعني حتى مش محصل الكيلو ربع قوي يعني، سوري، أو محصل كيلو ربع شوية. فاضل شوية بساط يعني ويكمل. عامل 43 جنيه وخمسة قرش. فده اللي انا جبته عشان عايزه بعمل بيه معجنات، وبعمل بيه كيك، وبعمل بيه حاجات كتير بدل التاني. فبس دول كده مشترياتي حلوين عشان تشوفوهم. الحاجات اللي انا جبتها وكنت عايزه اوريها لكم. بس كده متفقين. بس
بس يلا، ده كده فيديو النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم، تكونوا استفدتوا منه، تكونوا شفتوا الاسعار وشفتوا الحاجات اللي انا جبتها، عشان انا بجمع لكم فيديو مجمع زي ما اتفقنا الحاجه اللي انا اشتريتها طول الشهر. بس كده، اشوفكم على خير ان شاء الله. متنسوش تحطوا لايك للفيديو وتكملوا معايا الفيديو لحد الاخر، عشان فيه تفاصيل تانية كتير في الفيديو غير المشتريات دي كمان. يلا بينا. زي ما انتوا شفتوا كده المشتريات، وحبيت ان انا اوثق معاكم شكل بيبي جوي، لان في بنات كتيره جدا بتسالني بتستخدمي بامبرز لزين ايه. فده اول استخدام لبيبي جوي باند، فيا رب يكون استخدام كويس ان شاء الله. طبعا زي ما انتوا شفتوا سعره كان ب130 جنيه تقريبا، وهو ياباني وسعودي وكل حاجه، ياباني وسعودي مع بعض يعني، التقفيل بتاعه والجوده. هي الفكرة مش في الياباني وفي السعودي، هي فكرة في ان الطفل يستريح له وما يبقاش فيه تسريب بالنسبة لي، لانه اهم شيء عندي التسريب. يلا بينا نعمل كيك اقتصادي وسهل من غير ولا بيض ولا لبن. هحضر المرفعات بتاعه الكيك، اللي هي بيكنج باودر والبيكنج صودا، بالنسبه لي دول اكتر اتنين بيرفعوا لي الكيك بتاعي. هحط هنا كده لبن باودر، مش هحط لبن عادي. وكنت فاكره ان ممكن لبن باودر يكون معانا اقتصادي اكتر، والحقيقه ان انا مش حاسه ان هو ممكن يكون اقتصادي خالص يعني لبن البودر. فان شاء الله الفتره الجايه هنعمل مع بعض كيكه الميه السخنه، وهتشوفوا معايا حاجات كتير اوي الفتره الجايه بامر الله. هنزل كده كوبايه اللبن، وهنزل كده كوبين الا ربع من السكر، وهنزل 3 4 معالق تقريبا من ادي كده معلقتين لحد دلوقتي، بس هنزل 3 معالق تقريبا او 4 من الكاكاو الخام، وهنخلهم كويس قوي بحيث التكتلات ما تبقاش موجوده، علشان تبقى يعني فلافي اكتر. هحط ده كله في الخلاط. الخلاط هو اسرع حاجه تشتغل في الوقت ده. طبعا هنزل بالزيت بتاعي بالشكل رفيع خالص، يعني هنزل بسرسوب كده، و هسيبه يتخلط طبعا في الخلاط. بعد ما عملت طبعا السائل بتاعي او الصوص بتاعي بتاع العجينة بتاعة الكيك، فهحطه كله في طبق واحد، وهبدأ انزل عليه بكوبين من الدقيق. وبس كده. تقدري تزودي طبعا المية، تقدري تزودي اي حاجة زي ما انت عايزة براحتك خالص، او اللبن يعني. بس انا مزودتش لحاجات بسيطة بس خلف الكاميرا، لانه كان التليفون ما بيصورش كل حاجة، وكانش فيه مساحة اصلا. طيب انا عايزه اقول لكم بس من خلال الفيديو دوت ان انتوا توقفوا الفيديو، تدعوا المتوفيين والضحايا بتوع زلزال تركيا وسوريا، لان الموضوع مؤثر جدا 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 على نفسيتي، ونفسي كل الناس تدعي لهم. انا عارفه انتوا تدعي لهم، بس انا بحاول اذكركم. آه انا عملت كمان كيك بالبرتقال، بس برضه معرفتش اصوره خالص بسبب التصوير، بسبب الموبايل ما كانش فيه مساحه خالص. معلش ان شاء الله الفتره الجايه اصور معاكم حاجات كتير قوي. وبعدين انا حطيت الكيكه طبعا في الفرن وطلعت، وحطيت كده، عملنا كده نسكافيه والحاجات دي، عملنا شاي بلبن. وعايزه اقول لكم ان الكلام ده كله كان حوالي الساعه 4 الفجر. ف مش عارفه ايه اللي خليني ابقى صاحي في الوقت ده، بس زين كان صاحي، وقلت اعمل كيك عشان نتعشى انا وهو، لان ما كناش اتعشينا. بصوا في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث بيقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمن، أو يتقارب الزمان وتظهر الفتن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. آه، فالواحد عايز يقول يعني يا ريت نتوب لربنا ونرجع لربنا اكتر واكتر في كل حاجه. يا ريت نتقي الله في بعض. يا ريت نعمل بآية وأما بنعمة ربك فحدث. الآية دي تفسيرها في حاجات كتيرة قوي. مش معنى ان مثلا فحدث دي ان انا اطلع على السوشيال ميديا واقول بيتي حلو، ولادي حلوين، جوزي بيعملني حلو، بيجيب لي هدايا والكلام ده كله. انت ممكن تعملي بالآية دي حاجات كتير. تطلعي اكل من اكل بيتك، لو عندك حاجة تقدري تساعدي بيها غيرك ساعدي بيها. وانا بدأت بصراحة بنفسي، وحبيت ان انا اقول لكم. يعني انا كان بقالي فترة طويلة جدا، انا مامة زوجي حماتي ما كانش عندها خالص مكنسة، ودايما بتتعب جدا في تنظيف السجاد وفي غسله وكده. فقررت ان انا النهارده هاخد المكنسة وهنزل اكنس لها البيت. طبعا انا بيتي بين بيتها وبيتي مسافة لا تقل عن حوالي 7 شوارع او 6 شوارع مشي يعني. آم، وكمان انا ساكنه في دور عالي، والسلم ضيق، ولكن انا دعيت ربنا سبحانه وتعالى ان هو يعيني ويقويني ان انا اخدها وانزل.
اخد المكنسة واخد زين وانزل. فالحمد لله وقد كان طبعا ربنا اراد، والحمد لله نزلت وقعدت ادعي ربنا انه يعيني، وفعلا اعني. لقيت حد من جيراننا اول مرة اشوفه يعني ساكن جديد، فهو نزل على السلم قرر انه يساعدني وقال لي انا مش هينفع انزل بصراحة، ربنا يبارك له، واسيبك نازلة بالبنت. كان فاكر زين بنت، بالشنطة اللي في ايدك، عشان كانت طبعا شنطة شكلها مخيف قوي، تقيلة قوي. الحمد لله خدها ونزلها، الحمد لله ربنا اعني، الحمد لله قدرت اعمل اللي انا كنت عايزه اعمله، وكنست الشقه عند حماتي كلها. فاما بنعمه ربك فحدث، هي دي الايه، ان انت عندك حاجه تقدري تساعدي بيها غيرك ساعدي واعملي، وكل ربنا ان شاء الله يكتبه في ميزان حسناتي وحسناتكم لما تعملوا ان شاء الله. ادعوا كتير الفترة الجاية، الظروف ان شاء الله تبقى احسن، انا عارفة، ويوم القيامة هيبقى احسن من دلوقتي وحاجات كتير، بس احنا بنعمل اللي علينا. ربنا يرحم الضحايا ان شاء الله ويصبرنا على الايام دي. اشوفكم على خير، باي باي.